فيديو النهارده بعنوان عشان الطير ما اتعودش من وهو صغير. كل حاجه الناس بتبعتها لي في الاستفسارات دايما برد عليهم بقول لهم عشان الطير ما اتعودش من وهو صغير. ليه؟ لان دايما لما بنيجي نعود الطير على اي حاجه لازم نعود الطير من وهو لسه فرخ، نعوده بقى على كل الحاجات اللي انتوا تتخيلوها، من اول احواض الاستحمام، وجبات الطري بكل اشكالها وانواعها، ان هو ياكل خلطه الحبوب في ميعاد ثابت، نظام الإضاءة، نظام التهوية، كل حاجة ممكن نعود عليها الطير من هو صغير، الخضروات، كل ده تقدر ان انت تعود عليه الطيور بتاعتك من وهي لسه فروخ. لو ما عودتش الطيور لما هتكبر هتبقى صعب جدا ان هي تتعود معاك بعد كده، وهتاخد منك مجهود قوي جدا. ولو انت فعلا عندك اصرار هتقدر ان انت تعودهم، ولكن الموضوع دايما بيبقى محبط بالنسبة للهوا. عشان كده نصيحتي ليكم النهاردة لازم تعود طيورك على كل حاجة من وهي صغيرة. عشان كده لازم ان احنا مش كل الطيور نجيبها شغالة، لازم نبدأ نعمل جيل من الانتاج احنا اللي مؤسسين الجيل ده، سواء في التغذية، سواء في نظام المزرعة من حيث الإضاءة ومن حيث التهوية، سواء في الوجبات ونظام التغذية اللي انا شغال بيه داخل المزرعة. عشان الطيور بتاعتك لما تبدأ من اول ما تتفطم ان هي تلاقي بتقدم لها وجبات طري، وجبات منقوع ومستنبت، وجبات مسلوق، كل اللي احنا بنقدمه، العيش الفينو، الخضروات، الذره، الكوز، الذره الني، كل الحاجات اللي انا بقدمها في الفيديوهات للطيور، الطيور هتتعود عليها من وهي لسه صغيره. الفرخ ده زي الطفل في ايدك، الطفل دوت انت تقدر تشكله وتعوده على كل حاجه، تقدر ان انت تعوده على كل انواع الاكل اللي انت ممكن تاكلها له، بس من وهو لسه صغير هو هيبدا يكتشف الاكل، ومجرد ما هيبدا يكتشف الاكل هيتعود عليه، وهيبقى بالنسبه له وجبه اساسيه زيها زي الحبوب بالظبط. فلازم نعود طيورنا من وهي صغيره. لكن لما تبقى شاري المزرعه عندك كلها طيور شغاله، والطيور الشغاله دي ما اتعودتش غير على الحبوب، هيبقى صعب جدا ان هي تاكل كل الوجبات اللي انا قلتها لحضراتكم. طيب الطيور دي ما اتعودتش ان هي اتحط لها احواض استحمام، هيبقى صعب جدا ان هي تبدا تنزل في احواض الاستحمام. الطيور ديت ما اتعودتش ان هي تحط لها خضروات، هيبقى صعب ان هي تاكل خضروات. ليه؟ لانها ما اتعودتش عليها من صغرها، وبالنسبه لها دي حاجه غريبه، وهي كانت عايشه ومكتفيه باللي بتقدم لها من الحبوب، وكانت حياتها ماشيه كده. العصفور كان خلاص هو مبرمج نفسه على كده، فانت بتقدم له حاجه جديده، فعشان يبدا ان هو يكتشفها كانه طفل ويتعود عليها من جديد، ده طبعا بيبقى صعب بالنسبه للعصفور الكبير. فمعظم الاستفسارات اللي جات لي في الفتره الاخيره، العصافير مش متعوده على احواض الاستحمام، العصافير مش بتروح تاكل الخضروات، العصافير مش بتاكل الوجبات. كل دوت احنا شرحنا ازاي ان احنا نعود الطيور الكبيره عليه. لكن نصيحتي لكم النهارده، وهي نصيحه بسيطه جدا وفي نفس الوقت مهمه جدا، وهي ان احنا نعود طيورنا على انهم ياكلوا كل الوجبات وياكلوا الخضروات، كل ده من وهم صغيرين، عشان لما الزوج يكبر تيجي بقى تقدم له خضروات، تيجي تقدم له وجبات طريه، تيجي تقدم له احواض استحمام، هو خلاص اتعود عندك على كل حاجه داخل المزرعه وعلى نظام التغذيه بتاعك. عشان كده احنا بنقول ان العصفور لما يتنقل من مزرعه لمزرعه تانيه ممكن ان العصفور يخش في قلش، نتيجه ان هو غير نظام الاضاءه وغير نظام التهويه وغير نظام التغذيه. ما كل مزرعه بيبقى ليها النظام اللي هي شغاله بيه. فطبعا ممكن ان الطير نتيجه التغيير الكبير اللي حصل في حياته في التغذيه وفي التهويه وفي الاضاءه، يبدا ان الطير يخش معاك في قلش. فابدا ان انت جاهز جيل من الانتاج اشتغل بيه، حتى لو مش هتشتغل بيه كازواج منتجه، هتحتاجوا ان انت تشتغل بيه كحضان. حتى لو في الكوكتيل هتحتاج برضو ان انت يبقى عندك حضان، حتى لو حبشي، لو ايزابيل، لازم يبقى عندك حضان قوي للطيور اللي هي زي الاينو والطيور العاليه، الالبينو واللاتيني والكلام ده في الكوكتيل. وبرده الطفرات اللي انتوا بتشتغلوا عليها في البادجي، الطفرات العاليه، لازم يبقى عندك ليها حضان. فالحضان خليه متاسس عندك انت، بدل ما تاخد زوج فروخ تروح تبيعهم، لا خليهم ليك، وابدا ان انت اسسهم عندك تبقى ازواج حضان، زي ما احنا شرحنا في الفيديوهات ازاي ان احنا ندرب الطيور بتاعتنا، ندربهم على كل حاجه داخل المزرعه، ويطلعوا معانا ازواج حنينه جدا باذن الله. شكرا ليكم، ويا رب تكون نصيحه النهارده فادتكم بجد، وهتفرق معاكم جدا
في طيوركم داخل المزرعة. السلام عليكم.